خواتاتي متتبعين المتتبعات ديالي، السلام عليكم، كيف حالكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ومبروك علينا وعليكم وعلى الشعب المغربي وعلى المنتخب الوطني وعلى جلالة الملك محمد السادس هذا الفوز الكروي العظيم. المهم جيت نهضر على واحد الموضوع اللي دارت هو ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. كلنا سمعنا بموضوع ديال ابن فنانة كبيرة ومشهورة من فنانات الزمن الجميل اللي قدم على القتل ديال العشيقة ديالو بوحشية بعدما كانت كتربطهم علاقة غرامية، ومن بعد ما أرسأت العشيقة وضع حد لهذه العلاقة، قام المعني بالأمر أو المجني عليه بالقضاء على الضحية بعدما تناول كمية هائلة من المخدرات ومن حبوب الهلوسة حسب بعض الروايات، والله أعلم. ومشى عندها لصالون الحلاقة حيث كانت كتصاوب شعرها وجرها غصبا عنها وقام بما قام به. وطبعا هذا الشيء كله سببه المخدرات والقرقوبي والاكستازي ولا ما نعرفش كيقولوا باباه والخمر والحبوب المهلوسة. هذيك هي أسلحة الدمار الشامل اللي كتقضي على الشباب ديالنا وكتدمرهم وكتقضي على المستقبل ديالهم وكتدفع بهم للقيام بأبشع الجرائم والانتهاء بهم إلى ملء المؤسسات السجنية سواء كانوا بالغين أو قصار أي قاصرين. فهاد المواضيع هي اللي خصنا نطرقوا ليها في السوشيال ميديا، نناقشوها، نحاولوا نلقاو ليها الحلول. أما الأسباب راها معروفة، ماشي نهضروا على التفاهات ديال البدوية وبكريشة وأسرة مغربية أو اللي كيقدموا غير المحتويات التافهة التي لا أساس لها. فيا أيها الآباء ويا أيتها الأمهات، حضروا وليداتكم وبنيتاتكم وراقبوهم مزيان منين يكونوا صغار، دفعوا بهم لدور القرآن يتعلموا قواعد وقيم التجويد باش يتشبعوا بالدين الإسلامي الحنيف، سجلوهم في القاعات الرياضية لممارسة الرياضة اللي كيعشقوه، سجلوهم في المعاهد الموسيقية، صيفطوهم للموسيقى لأن الموسيقى تهذب النفس، صيفطوهم للمخيمات الصيفية وللكشفية باش يتشبعوا بروح الوطنية والأخلاق الحميدة. الله يرحم من قال: نحن معشر العرب لسنا في حاجة إلى كثير من العلم والمعرفة بقدر ما نحن في حاجة إلى ساعات طوال من دروس في الأخلاق الحميدة والمثل العليا. فالأخلاق الحميدة والمثل العليا هي اللي كترقى بالشعوب والمجتمعات حتى كيعطيو أمة وشعب في المستوى المطلوب وكيعاونوا وكيموتوا على الوطن ديالهم. وهكذا كنكونوا نقدنا 99% من الشباب إن لم نقل 100%. فحذاري من الانزلاق في الهاوية، لأننا إلا بقينا غاديين في هذا الرسم فكونوا على يقين أن الشباب ديالنا غادي يضيع مجموعة بمجموعة وغنلقاو راسنا في الهاوية، ووقتها كيصعب علينا نقضوا ما يمكن إنقاذه وكنلقاو راسنا غارقين في بحر الظلمات. إذن خصنا جميعا نديروا اليد في اليد من مؤسسات
تربوية، من جمعيات، من أسر، من مدارس تعليمية وجمعيات مدنية، ذلك بقصد القضاء على هذه الآفة التي تخرب المجتمعات، ألا وهي الانغماس في دوامة المخدرات التي تؤدي حتما إلى القيام بالأعمال الإجرامية والزج بشبابنا وإنهاء حياتهم داخل السجون. هكذا غيمكننا نقضيو على هاد لا بوريتور. كنتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم، وكنتمنى العائلات يحضيو وليداتهم ويشجعوهم على المخيمات، يشجعوهم على دور الموسيقى، يشجعوهم على الكشفية، على القاعات الرياضية لممارسة الرياضة اللي كتعجبهم، باش ما يطيحوش في هاد الظلمات ديال هاد المخدرات وينجرفوا ويجرهم التيار. يلا، السلام عليكم، إلى أمل اللقاء بكم في موضوع آخر. ومرة أخرى هنيئا للمنتخب الوطني المغربي، وهنيئا لجلالة الملك محمد السادس بهذا الفوز العظيم، وهنيئا لجميع الشعب المغربي أينما كان وارتحل، سواء داخل الوطن أو خارج الوطن، وهنيئا للجالية المغربية في كل بقع العالم. وكنتمنى يدوزوا لنصف النهاية ثم النهاية والفوز بالكأس، ولم لا. هذا ما تقوله لحاستي السادسة، إن شاء الله الفوز ثم الفوز ثم الفوز.